دي زي ما المجلس العسكري كده طمنهم في بيان 30 يونيو سنة 2013، وعملوا ثورة أرديحي كده من غير ما حد منهم حتى يغمى عليه أو حتى يتخربش في حاجبه الشمال. فكرة بقى إن إحنا شعب جبان ومفيش منه أمل ليس لها محل من الإعراب. وراجع حضرتك الحلقة اللي فاتت بتاعت عبد الفتاح التاسع وشوف إحنا عملنا إيه في لويس التاسع والجيش المحتل اللي كان جاي معاه. إذا ضربت فلا توجع فإن العاقبة قد تكون وخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. عبد الله الشريف واختفاء عبد الله الشريف حتى الآن بعد فشل دعوات 11/11. ناس كتيرة طلع على اليوتيوب بتهري وتنكت اعتقال عبد الله الشريف، اختفاء عبد الله الشريف، اعتزال عبد الله الشريف. ده فاضل شوية هيقولك وفاة عبد الله الشريف. وفعلا لحد دلوقتي عبد الله الشريف ما ظهرش بعد فشل دعوات 11/11. الناس كلها كانت مستنية أي كلمة من عبد الله الشريف بعد فشل ثورة 11/11 اللي كان هو من أكتر الناس داعم لنزول الناس الشوارع يوم 11/11، وكان بيطالب الناس بإقامة ثورة ضد عبد الفتاح السيسي وحكومة عبد الفتاح السيسي وإسقاط النظام بالكامل في مصر. وطبعا كلكم فاكرين فيديو عبد الله الشريف يوم 10/11، فيديو موعد مع الحرية اللي كان عبد الله الشريف عامل فيه فيديو ما يخرش المية ومقدمة حماسية تنزل الشعب وتخليه يعمل ثورة لإسقاط النظام وإسقاط حكومة السيسي. وطبعا كلكم عارفين إن عبد الله الشريف عنده قناة على اليوتيوب فيها حوالي 4 مليون مشترك، وعنده صفحة على تويتر فيها حوالي 2 مليون مشترك، يعني 6 مليون متابع لعبد الله الشريف قادرين يعملوا ثورة وتنجح بجد. واحقاقا للحق ما ينفعش ننسب الفضل كله لعبد الله الشريف لوحده، لازم نذكر الناس اللي كانت بتدعم 11/11 زي محمد علي ومحمد ناصر ومعتز مطر ونرمين عادل، الناس اللي كانت شغالة بجد واخدة كل قرش وبتعمل بيه من الخارج، وغيرهم 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 من اللي قلبهم على مصر وعلى شعب مصر وعايزين يجيبوله حقه ويعيشوه في أمان وسلام. ولأن نوفمبر شهر 11 كله مفاجآت، تعالوا نربط الأحداث ببعض. عبد الله الشريف يوم 10/11 نشر فيديو موعد مع الحرية على قناته على اليوتيوب، ونشر بعديها بحوالي نص ساعة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر تغريدة عبد الله الشريف وقال: خرجت أمي وأختي بالأمس من بيتنا إلى بيت أخي الوحيد الباقي خارج الأسر في منطقة بعيدة على أطراف الأسكندرية، فذهبوا إليهم الآن ودمروا محتويات المنزل واعتقلوا أخي، ليس لي بعد الله أحد فاللهم. وبعد التغريدة دي على طول لم يظهر عبد الله الشريف قط في أي موقع تواصل اجتماعي، لم يظهر عبد الله الشريف إلا يوم 14 نوفمبر. نشر تغريدة: وإنك لأحب إلي من نفسي، نورت بيتك يابا وعقبال إخواتي. واختفى تاني عبد الله الشريف إلى وقتنا هذا بعد فشل دعوات 11/11. وأسبوع ورا أسبوع الناس منتظرة عبد الله الشريف يكلمهم ويقول لهم إيه أسباب عدم نزول الناس الشوارع، ليه مفيش حد نزل. يعني ايه واحد عنده 4 مليون متابع على اليوتيوب و2 مليون متابع على تويتر، مفيش 5 6 نزلوا في اي حتة كده يعملوا وقفة احتجاجية، اي منظر، اي منظر يا جماعة. وطلعت ناس كتير طبعا على اليوتيوب تهري عن اختفاء عبد الله الشريف وعن اسباب اختفاء عبد الله الشريف وتحليل نفسي، وعبد الله الشريف اعتزل السياسة، وعبد الله الشريف المخابرات ساومته لاخراج والده وهو يعتزل السياسة، واللي يقولك انا كلمت عبد الله الشريف واقنعته ان هو يبعد عن السياسة خوفة عليه، وكل الكلام ده بلح قولا واحدا: لن يعلم اين عبد الله الشريف إلا عبد الله الشريف. تعالوا بقى نربط الأحداث ببعض. شهر نوفمبر بأحداث 11/11 ودعوات 11/11. كوب 27 مؤتمر المناخ هو ده السبب الرئيسي ورا فشل كوب 27. مؤتمر المناخ اتعرض على الدول الغربية إقامة صندوق لمساعدة الدول المتضررة من تغير المناخ، وطبعا الدول دي رفضت لأن هي أكتر دول باعثة للكربون من صناعتها، والدول العربية أقل ضرر،
فرفضت إقامة الصندوق مساعدة مصر لإقامة مؤتمر المناخ وإنشاء صندوق مساعدات للدول المتضررة من تغير المناخ. وبالفعل تأكدت الدول الغربية إن مصر هتستطيع إن هي تعمل مؤتمر للمناخ وإنشاء صندوق لمساعدة الدول المتضررة. وبالفعل انطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة المناخ 27، حيث تجمع 200 دولة، ويطغى على هذه القمة التوتر بشأن الخسائر والأضرار وصندوق التعويضات التي من المفترض أن تقدمها الدول الغنية للدول النامية لمواجهة التغير المناخي، لا سيما وأن هذه الدول معرضة لأكبر مخاطر رغم أنها لم تساهم في الانبعاثات الضارة التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. وبالفعل مصر أثبتت للعالم إن هي تقدر تعمل أي حاجة بإقامة مؤتمر زي ده وإنشاء صندوق تعويضات، والصورة اللي انتوا شايفينها دي اللي بتجمع ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم في مصر، تقف وتقول لبلدك تحيا مصر. لما تربط حضرتك بموعد إقامة المؤتمر ده في شهر 11 في مصر بدعوات 11/11 اللي فجأة انطلقت علينا من القنوات المعارضة لمصر والمعرضين اللي عايشين خارج مصر، اللي كانوا في نفس الوقت بيتكلموا على فشل المؤتمر والفشل الفادح اللي كان بيحصل في المؤتمر، وبين دعوات النزول المصريين للثورة. طبعا دول زي ما انتوا عارفين كلاب في ايد المخابرات الأجنبية، بتطلقهم على الشعب المصري في الأوقات اللي هي حابة تعمل فيها بلبلة. فلما تعمل بلبلة حضرتك في بلدك في موعد مؤتمر المناخ هيحضروا رؤساء دول العالم، وكل دولة جايبة معاها وفد رفيع المستوى للبحث عن إنشاء مشاريع ما بينها وما بين مصر. حضرتك عايز مصر تعمل كل ده والدول الغربية تقف تتفرج عليك؟ لا طبعا، دول جابولك منظمة حقوق الإنسان وحشروها لك جوه المؤتمر عشان يتكلموا عن قضية علاء عبد الفتاح فاشل ثورة 25 يناير اللي حسبوه علينا ناشط سياسي. واللي حضرتك ما تعرفوش، علاء عبد الفتاح ليه فيديوهات في 25 يناير كان بيحرض على قتل الضباط ونسائهم وأطفالهم، ومحبوس بحكم قضائي محدش ليه دخل فيه. واللي من العار علينا يا مصريين بجد لما نلاقي عضو مجلس الشعب بيعترض على الهرتلة اللي هم عاملينها والمؤتمر اللي عاملينه عشان خاطر مسجون سياسي بحكم قضائي علاء عبد الفتاح. كل الناس اللي موجودة في قلب القاعة دي بتطالب بالإفراج عنه وهو بيعترض. أمن الأمريكي لمنظمة حقوق الإنسان هو اللي بيخرجه بره المؤتمر اللي على أرض بلده. من العار علينا لما نلاقي الأمن الأمريكي بيطرد واحد مصري من مؤتمر في بلده وعلى أرض بلده. وخد عندك كمان موعد حضور بايدن مؤتمر المناخ يوم 11/11 اللي هو جاي بالصدفة. بايدن جاي يحضر مؤتمر المناخ يوم 11/11. كان نفسه يعلنها للعالم إن مصر غير آمنة، لكن سبحان الله زي ما ربنا ذكر في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ودي كانت الضربة القاسمة لكل من يسعى لخراب مصر. قسما بالله العلي العظيم الغرب لا يتمنوا لينا الخير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو من حامي البلد دي بحماه. خلي بالكم يا مصريين على بلدكم، وخلي بالكم من اللي بيحاك ضد بلدكم. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.